سؤال من أحد الملاك: هو أنا لازم أستنى انتهاء ال7 سنوات علشان أعرف أرجع شقتي أو محلي اللي متأجرين إيجار قديم، ولا ممكن أرجعهم قبل انتهاء ال7 سنين؟ الفيديو ده يا جماعة مهم جدا 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 لكل ملاك الإيجار القديم في مصر. ناس كتير بتسأل: أنا كمالك عايز أرجع شقتي أو محلي قبل انتهاء ال7 سنين، إيه الحالات القانونية اللي القانون ادالي الحق فيها أقدر أروح أرجع شقتي فيها؟ وكمان مهم لكل المستأجرين علشان يكون عندهم وعي بالحالات اللي القانون حددها وإداها للمالك كحق إنه يرجع شقته. لو انت كمستأجر بتعمل أي حالة من الحالات دي، امتنع عنها فورا، لأن انت كده بتعرض نفسك للطرد وللإخلاء حتى قبل انتهاء ال7 سنين. وزي ما قلت إن ناس كتير بيسألوا: ممكن أرجع الشقة أو المحل ولا ما ينفعش؟ وناس كتير بيقولوا لأ، ده المستأجر ما ينفعش يطلع إلا بعد ال7 سنين مهما حصل، ودي مش حقيقة. الحقيقة إن القانون فعلا حدد حالات واضحة جدا 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 يقدر فيها المالك إنه يطلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، واللي ما بيطبقش عليه الحالات دي لازم يستنى ال7 سنوات، وبعدها الشقة أو المحل هيرجع لك بشكل قانوني ومن غير مشاكل. فخلينا نوضح الحالات دي بشكل واضح وصريح. والحالات دي هي حالات مش جديدة للقانون، هي حالات موجودة من زمان في قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد، وهي حالات الإخلاء. ولكن الجديد إن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، القانون يا جماعة اللي صدر في شهر 8 اللي فات، زود على حالات الإخلاء القديمة حالتين جداد، وهتكلم في كل الحالات دلوقتي. وزي ما انتم عارفين ان القانون الجديد ده كان هدفه ان يوازن ما بين حق المالك وما بين حق المستأجر، يدي فترة انتقالية 7 سنين للمستأجرين علشان تكون مهلة كافية لوجود بديل ليهم، لانهم مطالبين ان هم يرجعوا الشقة او المحل للمالك، وفي نفس الوقت ما يمنعش المالك من استرداد العقار لو حصل إخلال حقيقي بالعقد أو وجود حالة من الحالات الاستثنائية دي. الحالة الأولى من حالات الإخلاء، وهي إذا المستأجر امتنع عن دفع الإيجار بدون سبب مشروع، والحالة دي من ضمن الحالات المنتشرة بشكل كبير. لو المستأجر أو الورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار بطلوا يدفعوا الإيجار لمدة معينة بعد إنذارهم رسمي، المالك ليه الحق إنه يرفع دعوى إخلاء ويطلعهم من الشقة. بس خد بالك من نقطتين مهمين في النقطة دي. الأولى إن القانون ألزم المالك إنه يوجه إنذار رسمي على يد محضر ويدي المستأجر مهلة للسداد، ولو ما دفعش المحكمة بتحكم بالإخلاء فورا، وده بيحصل في السكني أو التجاري، مفيش فرق ما بين الاتنين. والنقطة التانية يا جماعة واتكلمت عنها كتير، إن الأجرة المؤقتة اللي القانون حددها للمستأجرين وهي قدرها 250 جنيه بتعتبر إيجار رسمي. يعني انت كمستأجر لو امتنعت ان انت تدفع الأجرة المؤقتة اللي هي 250 جنيه للمالك، ساعتها بتعرض نفسك لخطر الطرد، لان المالك يقدر يروح يرفع عليك دعوى طرد او دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة، ودي الحالة الأولى. الحالة التانية لو المستأجر أو الورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار غير من استعمال العين المؤجرة. وكل الحالات اللي هتكلم عليها يا جماعة بتنطبق على الشقق السكني أو الشقق اللي غير سكنية اللي هي الشقق الإدارية، أو بتنطبق على المحلات التجارية. طيب الحالة التانية كانت بتقول لو المستأجر غير من استعمال العين المؤجرة، يعني مثلا عقد الإيجار مكتوب فيه إن هو إيجار سكني، أنا رحت أجرت شقة من المالك وقلت له إن أنا هسكن في الشقة دي، هأجرها واسكن فيها. بعدين بعد ما كتبنا العقد رحت غيرت النشاط وخليتها مثلا مكتب محاماة، أنا كده حولتها من سكني لإداري، والمستأجر في الحالة دي بيعرض نفسه للطرد. ليه؟ لأن ده إخلال صريح بالعقد، المالك من حقه أن يطلب الإخلاء فورا،
ولو قدر ان هو يثبت الحالة دي، وسهل جدا ان هو يثبتها بالشهود، يقدر انه يروح للمحكمة ويرفع دعوى الإخلاء. طيب الحالة الثالثة، لو المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بدون إذن من المالك، ودي برضو من أشهر الأسباب اللي بيكسب فيها الملاك قضايا الإخلاء. يعني لو المستأجر سلم الشقة أو المحل لشخص تاني أو أجره ليه من الباطن من غير إذن مكتوب من المالك، فده سبب مباشر للإخلاء، حتى لو الشخص الجديد بيدفع الإيجار بانتظام، ده ملهوش علاقة، انت أخليت بالاتفاق مع المالك الأصلي. نيجي للحالة الرابعة، وهي لو العين اتعرضت للهدم أو أصبحت قايلة للسقوط. لو في تقرير هندسي يوضح ان العين ممكن تسقط، في الحالة دي حفاظا على الأرواح ممكن المالك يروح يرفع دعوة ويكسب القضية على حسب التقرير الهندسي الصادر من الجهة المختصة. بس الحالة دي من أقل الحالات انتشارا، في حالات انتشارا أكتر منها يعني، ولكنها موجودة. نيجي للحالة الخامسة، لو المالك محتاج الشقة دي لنفسه أو لأولاده أو لنشاط تجاري، ولكن الاحتياج ده احتياج ضروري، يعني يقدر يثبت بقى على حسب حالة المالك إن هو محتاج العين دي احتياج ضروري ليها، ولو المحكمة بتكون ليها سلطة تقديرية في الموافقة أو الرفض. طيب الحالة السادسة، لو المستأجر توفى ومفيش حد ليه حق الامتداد القانوني. الحالة دي مهمة جدا واتكلمت عليها في فيديو مخصص، مين ليهم الحق في التوريث بعد وفاة المستأجر الأصلي. لو المستأجر الأصلي توفى ومفيش زوجة أو أولاد كانوا مقيمين معاه إقامة فعلية قبل وفاته، ساعتها المالك يقدر يطلب الإخلاء فورا. طيب يبقى احنا في النقطة دي بنوضح ان المستأجر الأصلي ليه حق الامتداد، ولكن وفقا للقانون الجديد مين بقى اللي ليهم حق الامتداد؟ الزوجة أو الزوج على حسب الأحوال مين اللي توفى، والأولاد والوالد والوالدة. وشرط أساسي تاني إن هم يكونوا مقيمين إقامة فعلية مع المستأجر قبل وفاته. طيب لو اللي مقيمين إقامة فعلية أو اللي عايشين في الشقة دلوقتي هم مش من ضمن الورثة دول، ساعتها المالك من حقه إنه يروح للمحكمة ويرفع الدعوة ويكسبها. طيب نيجي للحالة السابعة، لو المستأجر امتلك أو استأجر وحدة بديلة مناسبة، ودي من الحالات اللي القانون الجديد للإيجار القديم اتكلم عليها السنة دي وضافها. الحالة دي بتؤكد إن لو المالك قدر يثبت إن المستأجر الأصلي أو الورثة ليهم وحدة بديلة لنفس الغرض، يقدر يروح يرفع الدعوة. لو المستأجر معاه شقة تانية في نفس المدينة أو عنده محل تاني بيكسب منه يعني نفس الغرض، القانون ما بيدولوش الحق إنه يحتفظ بعين الإيجار القديم كمان. طالما إن أنت عندك وحدة بديلة يبقى أنت قادر على إن أنت يكون عندك مكان تاني لنفس الغرض بتكسب منه بقى، سواء إن أنت عايش فيه لو هو سكني، فساعتها المالك من حقه إنه يقدر يرجع شقته. طيب دي الحالات اللي أنا اتكلمت عليها، وآخر حالة هي من الحالات الجديدة. آخر حالة بقى برضو من الحالات الجديدة، احنا كده اتكلمنا على كل الحالات، في حالتين جداد اتضافوا. هي الحالة الأولى لو المستأجر عنده بديل لنفس الغرض. الحالة التانية وهي ترك العين مغلقة لمدة عام بدون مبرر، سواء كنت مستأجر أصلي أو ورثة ممتد إليهم عقد الإيجار. تسيب الشقة مقفولة لمدة سنة، بس من أول إمتى؟ لأن ناس كتير بتسألني بيقولوا طب إحنا سايبين الشقة مثلا بقالنا سنين. لا، القانون يا جماعة لما بيصدر جديد ما بيتطبقش بأثر رجعي، ما بيقولكش وفقا مثلا من 30 سنة فاتوا، القانون بيتطبق منذ صدوره. فالقانون بيقولك لو سبت العين مغلقة أو المحل مغلق لمدة عام من غير مبرر، من إمتى؟ من وقت تطبيق القانون، من يوم 5/8 سنة 2025 المالك يثبت ترك العين مغلقة ويقدر يطلع المستأجر أو الورثة من العين، بس لازم ما يكونش فيه مبرر. يعني مثلا لو حضرتك مستأجر
او ورثة ممتد اليك عقد الايجار وسبت العين مغلقة لان انت مثلا بتشتغل في مكان خارج المحافظة اللي فيها العين، ده مبرر. او لو انك بتدرس في مكان خارج المكان اللي فيه العين، ده مبرر. لكن لو سبت العين لان انت عندك عين تانية، ده مش مبرر. ساعتها المالك من حقه انه يروح يقيم الدعوة. طيب انا كده اتكلمت على كل الحالات، بس برضو يا جماعة اي حالة خارج الحالات دي المالك ما يقدرش يطلع المستأجر، ولا المستأجر يقدر يتمسك بالبقاء اكتر من 7 سنين. يعني كقاعدة عامة بعد انتهاء 7 سنوات من السنة دي، من سنة 2025، كل شقق الإيجار القديم هترجع لأصحابها اللي هم الملاك، سواء الحالات دي موجودة أو مش موجودة. أنا بتكلم إن المالك يقدر يرجع شقته السنة دي في 2025 أو في 2026 أو 27 أو في خلال ال7 سنين الجايين لو تم توافر أي حالة من الحالات دي. لكن لو الحالات دي مش موجودة ما ينفعش المالك يروح يطلع المستأجر من الشقة، أو إنه يعتدي على المستأجر ويطلعه غصب، لأن حضرتك كده بتدخل نفسك في مشكلة كبيرة جدا، وهي التعدي على حيازة. دي قضية كبيرة جدا انت في غنى عنها. فالقانون مديلك حقك كمالك، والقانون مديلك مهلة 7 سنين كمستأجر لوجود بديل. طيب في شقق ومحلات كتير جدا وحضراتكم طبعا عارفين مقفولة بقالها سنين، لا المالك قادر يستفيد منها ولا المستأجر بيستغلها. وفعلا ده السبب اللي خلى الدولة أصلا تدور على حلول واقعية زي بدائل الشقق في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو متوسط الدخل، أو إن هو أصلا يدور على وجود بديل قانوني جديد للإيجارات القديمة، لأن في شقق إيجار قديم كتير ومحلات إيجار قديم كتير غير مستغلة. المالك مش فاهم المعلومة القانونية، أنا أقدر أروح المحكمة وأخد شقتي أو محل اللي مركونين بقالهم سنين ولا ما ينفعش؟ هما ما فيش فيهم مستأجر، هو ما فيش فيهم ورثة للمستأجر، ما فيش حد أصلا بيستغلهم. فعلشان كده حبيت أوضح من الفيديو ده إن المالك لو في أي حالة من الحالات اللي اتكلمت فيها وهي حالات الإخلاء تقدر تروح ترجع شقتك لو الحالات دي موجودة. بس برضو في نقطة مهمة، قبل اي دعوة لازم تتأكد ان يكون عندك سبب قانوني من اللي انا اتكلمت فيهم، وتكون موثق كل حاجة بأوراق رسمية، زي مثلا رقم 1 انذار سداد الأجرة المتأخرة. لو مثلا الحالة اللي انت رايح تبني عليها الدعوة وهي عدم سداد الأجرة لازم تكون عامل انذار، او محضر مخالفة لو في تغيير في النشاط، وتكلمنا على تغيير النشاط، او تقرير هندسي لو المبنى خطر او ان هو قايل للسقوط. غير كده المحكمة مش هتحكم لك بالإخلاء حتى لو عندك نية سليمة وواضحة لاسترداد شقتك. يعني اوضح النقطة دي بس بالعامية كده وببساطة قبل ما انهي الفيديو. في ال7 سنوات اللي احنا فيهم دلوقتي لو في اي نزاع قدام المحكمة هتسأل حضرتك ايه الأدلة او ايه الحالة اللي انت جاي تبني عليها القضية بتاعتك، والمستأجر هيقدر ان هو يعتمد على القانون، لان القانون مديله الحق ان هو يفضل ال7 سنين الجايين، فيقدر يرد عليك ويكون عنده أحجية ان هو يقولك لا انا من حقي افضل في الشقة، ولا انا مش بيطبق عليا الحالات اللي انت بتتكلم عليها. ولكن بعد انتهاء ال7 سنوات المستأجر ملوش حق ان هو يعتمد على القانون. ليه؟ لان القانون نفسه قايل له حضرتك هتنتهي مدتك في العين بعد انتهاء ال7 سنين. فمهما اتكلمت ومهما اثبتت من ادله ان انت ليك حق في العين، انا باكد لك ان انت ملكش الحق في العين انك تفضل فيها اكتر من كده. والمالك مش هيعمل اي حاجه غير ان هو يرفع دعوى اخلاء ويسترد الشقه بتاعته بمنتهى السهوله.